تنبيه إخواني أخواتي، إذا رأيتم مقطع إعلاني مخالف للدين الإسلامي قوموا بكتم الصوت وإغلاق الإعلان، أو قوموا بإغلاق الفيديو وفتحه من جديد. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غنشارك معكم واحد اللوبيا رائعه كتجي لذيذه وبنينه وبلا مطيشه بلا بصله، يعني بدون طماطم وبدون بصل. الصراحه حتى انا كنت كنديرها بمطيشه من قبل، ولكن منين جربت هذه الطريقه هذه الطريقه صراحه كيديروها المراكشيين عجباتني بزاف، ولي دائما كنديرها. وهاد الطريقه البنات كتسمى لوبيا بطياب الطنجيه. علاش؟ لان فيها بعض المكونات الاساسيه اللي كتكون في الطنجيه، ومثلا ما فيهاش البصله ومطيشه، لان حتى الطنجيه ما فيهاش البصله ومطيشه، وراكم عارفين البنه ديال الطنجيه. المهم الا بغيتو تعرفوا كيفاش كتجي بنينه واشنا هو طياب الطنجيه وشنو هما المكونات اللي كيخليوها بنينه بلا بصله ومطيشه، خليكم معايا. المهم البنات، كما كتشوفوا هنا بالنسبه اللوبيا، هنا راه عندي اللوبيا كما كتشوفوا البيضه من بعد ما رقدتها ليله كامله، يعني خليتها في الماء بيت الليل كامل وهي مرقده، عاد صفيتها وعاود غسلتها صافي. هنا تناخذوا اللوبيا ديالنا وكنديروها في طنجره الضغط او الكوكوت، وهنا كنضيفوا عليها التوابل. بالنسبه لهاد التوابل البنات راه ضروري، الا نقصتوا شي حاجه منهم راه ما غاتجيكم تجي زوينه، بالاخص الكمون. هنا عندي الكمون، سكينجبير، عندي التحميره، عندي الخرقوم، عندي التحميره معلقه كبيره، معلقه ديال الكمون، معلقه كبيره مع مرج ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الخرقوم. كندير هاد التوابل، واخا تقولوا لي هاد التوابل ما كيديروش في الطنجيه، ولكن المهم فيها شي حاجه من الطنجيه، هي انها ما كديرش فيها مطيشه والبصله، وفيها الاساسيات ديال الطنجيه اللي هي المصير والكمون. هنايا عندي المصير والثومه والكمون، هادو البنات هما الاساسيات ديال الطنجيه، وصراحه هما اللي كيعطيوها واحد المذاق زوين. كما كتشوفوا هنا نص مصير راه كتعطيها واحد الحموضه احسن من ديال المطيشه. صافي هنا كنحرك كما قلت لكم الاساسيات، الكمون والمصير والثومه، هادو ضروري فيها، الا ما درتوهمش راه ما غتجيكمش بنينه. هنا بالنسبه للقزبر ومعدنوس غادي نخليه حتى الاخر، حتى تقرب طيب، وعاد غادي نضيفوه هو الملحه، لان الملحه هي اللي كتخليها كتكمش، كتجي مكمش هذيك الجلده ديالها. هنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال زيت البلديه، واخا الربيع حتى هو القزبر راه ماشي كيدار في الطنجيه، ما كيدارش في الطنجيه، ولكن انا كنديرو في اللوبيا كيعطيها واحد المذاق زوين. يعني واخا الطنجيه ما كيكونش فيها القزبر والمعدنوس، ولكن انا في اللوبيا كنضيفو، يعني ما غادي يضرنا في والو. وكاين اللي كيديرها بلا قزبر، يعني بطياب الطنجيه نيت بلا قزبر بلا ربيع. صافي هنايا من بعد ما ضفت عليها الماء الكافي غادي نسد عليها وغادي نخليها حتى طيب. مره تنقلبها تنشوف واش طابت واش ما طابتش، حتى كطيب مزيان البنات. ملي كطيب مزيان عاد فاش كتعطينا ديك الختوريه هي كتجي خاطره، ملي كطيب مزيان كتختار بلا مطيشه بلا حتى شي حاجه. صافي هنا غنسد عليها ومن بعد غادي نرجع معكم. وهنا البنات كما كتشوفوا هنا راه قربت طيب، بقات شي شويه تشرب ليا داك الماء باش تبقى خاطره. الا بغينا تبقى خاطره ما نخليوش فيها الماء كثير فقط. هنا غادي نضيف هذاك القزبر ومعدنوس وغادي نخليها واحد ربع ساعه او لا، المهم على ما تنشف لينا شويه، ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. وهنا ضفت الملحه كما قلت لكم، ما كنضيفهاش في الاول لانها كتكمش لينا ديك اللوبيا. وإلا لاحظتوا ان مطيشه حتى هي ما كتخليش اللوبيا طيب مزيان وكتضر في المصران. وهذا هو الشكل النهائي ديال اللوبيا ديالنا من بعد ما طابت. كما كتشوفوا راه كيجي واحد المذاق الا شميتوها
من بعد وهي كطيب راه تتقولوا الطنجيه ديال تطيب بداك المذاق ديال الكمون مع الثومه مع المصير، حيت هادو من الاساسيات، من بعض الاساسيات ديال الطنجيه من طبيعه الحال، حيت باقي كيكون فيها السمان، كيكون فيها الزعفران الحر، ولكن السمن والزعفران الحر ما تنديروهش في اللوبيا، يعني كنكتفيو غير بهذا المصير والكمون وهذا اش تيقولوا ليه والثومه، وبعض التوابل الاخرين اللي عاديين بحال القزبر المعدنوس اللي كنديروهم في اي حاجه. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتعجبكم الطريقه وتجربوها، وانا متاكده انكم الا جربتوها غتعجبكم وغتبقاو ديما ديروها. وإلا عجبكم الفيديو كذلك ما تنساوش ديروا لايك فضلا وليس امرا، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.